الشرطه والهجوم البلطجيه والمجرمين الكلام ده كله، فبدا الناس يامنوا المناطق بتاعتهم. فكان لازم تتكون اللجان الشعبيه دي عشان تحل مكان الشرطه في غيابها. ثم كان في موضوع الثوره، عد اثناء الثوره وبدا رجوع الشرطه بعد كده. ايه اللي خلى الناس تكمل في اللجان الشعبيه؟ اولا الهدف الشخصي او الاحساس الداخلي داخل كل واحد من الشباب. كل واحد حس بعد الثوره ان انا عندي مسؤوليه، انا في حاجه لازم، انا حاسس بدوري في البلد، انا ليا دور، شاركت في ثوره، عملت حاجه حسيت بقيمتها داخل البلد، فلازم يبقى ليا دور بعد كده. فبدات فكره اللجان الشعبيه. طبعا مفيش امن، موضوع الامن خلاص يعتبر اتحل او بنسبه كبيره، فمش هنشتغل على موضوع تامين المنشات والكلام ده كله. فبدا ان احنا نشتغل شغل مجتمعي. ازاي؟ ان احنا كل لجنه او كل مجموعه شباب هيكونوا لجنه شعبيه بنفس المسمى ده داخل المنطقه بتاعتنا. هنبدا ان احنا نشوف مشاكل الناس. هنبدا كان رؤيه اللجان الشعبيه كشباب كان من بعد الثوره على طول ان السياسه هي مش مجرد ثوره او مظاهرات او الكلام ده كله، لا السياسه هي كل حاجه بتاعتنا. السياسه هي اللي هتوفر لنا العيش، هي اللي هتوفر لنا السكن، هي اللي هتوفر لنا الصحه. فكان علينا دور رئيسي كلجان شعبيه ان احنا نوصل ده للاهالي المناطق اللي بيخافوا من ايام مبارك ان هم يدخلوا في السياسه. فاكرين السياسه دي مجرد دستور بتكلم فيه، عايزين نوصل لهم ان الدستور ده هو اللي هيوفر لنا كل حاجه. بدأ الشكل ده ان احنا نشتغل على توعيه داخل المناطق، نعرفهم يعني ايه سياسه. السياسه هي اللي هتوفر كل حاجه هنقدر نعيش بيها. بعد كده بدأ التطوير ان الشباب مش مجرد التوعيه بس، لا احنا بنشارك فعلا. بدأت حملات ابدأ بنفسك، كانت بدأ من اللجان الشعبيه بعد الثوره. حملات النظافه، بدأ الشباب يشارك في حملات نظافه المناطق الكلام ده كله. وبعد كده ازاي مش احنا اللي علينا النظافه، احنا بنشارك في النظافه، كل واحد عايز منطقته تبقى نظيفه وجميله وكل حاجه، بس مش احنا اللي بننظف. المفروض دي مسؤوليه في شركات متخصصه في الموضوع ده. فبدانا ان احنا لازم نتواصل مع المسؤولين، لازم يبقى لينا دور رقابي داخل المنطقه. فبدا بعض اللجان نتواصل مع المسؤولين كمحافظ المحافظه اللي موجود فيها او وسائل الاحياء الكلام ده كله، ونبدا نشوف ايه الدور اللي المفروض المحافظه تقوم بيه او الحي يقوم بيه. ويبقى في اجتماعات رسميه او اجتماعات دوريه بين اللجان، وكانت اللجان اكتر حاجه هي همزه الوصل بين اهالي المنطقه وبين المسؤولين، ان هم بيحاولوا يعرفوا مشاكل اهالي المنطقه وينقلوها للمسؤولين عشان يقدروا يحلوا الموضوع ده. الموضوع تطور بعد كده ان في ملفات كبيره لازم نشتغل عليها كلجان شعبيه. ملف الصحه، ملف السكن، المستشفيات طبعا تدهور رهيب جدا في المستشفيات. نسبه لا تتجاوز 23% من المستشفيات الحكوميه داخل مصر هي بس لصالحها ومش مش صلح كامل كمان لعلاج المرضى، والنسبه الباقيه هي مستشفيات مقبوره بمعنى الكلمه. فكان لازم ان احنا لينا دور ازاي نطور المستشفيات دي. موضوع العشوائيات وموضوع السكن، موضوع التهجير والتطوير، ازاي ان انا مخططات كتير جدا ظهرت زي مخطط القاهره 2052 حاليا، وكان سابقا 2050 بحوالي 26 منطقه داخل القاهره ازالتها وتهجير الاهالي. طب عايزين نعمل فيها استثمار، طب بعد الاستثمار الاهالي هيروحوا فين؟ فكان لازم احنا كلجان شعبيه نحاول ان احنا نحمي الاهالي دي من التهجير ونساعدهم ان هم ياخدوا حقوقهم. بعد كده كملنا ازاي احنا لينا دور داخل الثوره. الثوره ما انتهتش. يمكن اكبر كيانات هي فعلا بدايه الثوره بالنسبه لها كانت نهايه الثوره لكتير جدا من الشعب المصري. احنا بدايه الثوره كلجان شعبيه بدات بعد تنحي مبارك. دي بدات ثورتنا ان احنا ازاي نوصل الثوره دي للشعب. الشعب اللي فاكر ان احنا طلعنا ثوره عشان نشيل مبارك بس، لا احنا نشيل نظام كامل ونجيب نظام يصلح ان كل واحد من الشعب من اقل مواطن لاعلى مواطن يكون في عداله بين كل الشعب. فبدات ثورتنا واحنا مكملين في الموضوع ده ان لازم يتحقق عداله اجتماعيه بين
كل الشعب. بس دي كده نبذه بسيطه عن اللجان الشعبيه وهيكمل الصالح.